ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ طبعا معظمنا بيحب عمنا سبايدر مان، او زي ما بحب اسميه المصفوع من مارفل، لان حرفيا مارفل حط عليه حطه. اي حاجه كئيبه، كوميكس كئيب، اي حاجه هات سبايدر مان حطه في الكوميك. لكن بعيدا بقى عن اللي مارفل عاملاه فيه ده، ستيل هو شخصيه من الشخصيات المفضله عندي. يعني مثلا واحنا صغيرين كان المدرس مثلا يجي يوقفنا ويسال كل واحد فينا ده نفسه يطلع ايه وده نفسه يطلع ايه. واحد كان يقول له اطلع طيار، التاني رائد فضاء، واحد يقول له نفسي اطلع حرامي، انا كنت بقول له نفسي اطلع سبايدر مان. واحده من اسباب حبي لشخصيه سبايدر مان هي الافلام بتاعته، خاصة النسخة اللي بيمثل فيها توبي ماجواير. جدعان الشخصية دي حرفيا عظمة، تلاقي جمدان، تلاقي فخامة، تلاقي حتى وهو شرير كان جامد. لكن هل فعلا توبي ماجواير افضل سبايدر مان ولا لا؟ الحقيقة رغم ان هو سبايدر مان المفضل بالنسبة لي، لكن لا، هو مش افضل سبايدر مان. انا عارف ان انت ممكن تتفاجئ دلوقتي وتقول لي ازاي مش افضل نسخة من سبايدر مان، انت ذات نفسك ايه انها افضل نسخة. هقول لك كلامك صح، بس لو جينا فكرنا من ناحية الثلاث نسخ اللي مثلوا سبايدر مان، هنلاقي ان نسخة اندرو جارفيلد افضل نسخة فيهم كسبايدر مان. وعشان نعرف هو ليه افضل واحد فيهم او افضل نسخة فيهم، يعني لازم نعرف كل واحد فيهم كان عامل ازاي. يعني ممكن نبتدي بنسخة توبي، واللي كان زي اي نسخة لسبايدر مان، شاب اسمه بيتر باركر والناس كلها بتتنمر عليه، واللي بيروح مع مدرسته في يوم لرحلة لمختبر عناكب. مش عارف ليه ودوهم مختبر عناكب، بس هم ودوهم يعني. واللي بيقابل المزة بتاعته وبيقول لها ما تيجي ارزعك صورتين كده مع العناكب اللي حوالينا دي، وبيقعد زي لهبل كده ياخد لها في صور، لكنها بتحلق له وبتمشي علشان عنكبوت متحاول يقرصه ويتحول لسبايدر مان، وتحصل بقية الاحداث اللي انتوا عارفينها. على الجانب التاني بقى هنروح لنسخة عمنا توم هولاند. حرفيا دي اكتر نسخة فيهم بتستفزني. هتقولي ليه؟ هقول لك تعالى. حرفيا النسخة دي ما تعبتش في اي حاجة من اللي جات لها، هي حرفيا استحمل بس العضة من العنكبوت، غير كده هو ما عملش اي حاجة في حياته حرفيا. يعني مثلا نبدأ بالبتاع اللي هي بتطلع اشباك من ايده ده، عارف مين اللي عملها له؟ توني ستارك. طب البدله بتاعته مين اللي عاملها له؟ توني ستارك. طب مين بيطور له اجهزته؟ توني ستارك. طب مين بيساعده انه يدرس؟ توني ستارك. طب مين اللي بينقذه من كل مصيبه يعملها ورا التانيه؟ توني ستارك. طب مين اللي بيحاول يساعده ان هو يخش الافنجرز؟ توني ستارك. هو حرفيا لو توني ستارك اخد البدله وبقى سبايدر مان كانت هتبقى اوفر له الصراحه. هتقولي طب ما نسخه توبي ما عملتش حاجه انها تكتسب الشباك، هي الشباك جايه له جاهز كده. هقول لك عندك حق، بس على الاقل هو اللي مخيط البدله بتاعته. ده غير ان كان عنده شويه اشرار كده فخامه، يعني تحس انت بتواجه اشرار بجد، مش زي النسخه بتاعت توم هولاند. اي نعم نسخه توم هولاند كان فيه اشرار اقوياء بس مش اقوى من نسخه توبي، يعني الصراحه ده من رايي. يا عم مش عاجبك كل ده، سيبك منه خالص، مش مهم يا اسطى. يكفي ان معاك كراش الطفوله ماري جين، دي حرفيا لو حطيناها في المقارنه فالنسخه دي تكسب من غير حاجه. نيجي بقى لتوم هولاند. يا اسطى ايه اللي انت بتحبها دي؟ انت حرفيا بتحب صرصار. دمها خفيف؟ لا. وشها حلو؟ لا. جسمها حلو؟ لا. بتحبها على ايه؟ لا. والاسخم ان هو ارتبط بيها في الحقيقه. يعني انا مش طايق الثنائي بتاعكم وانتوا جوه الفيلم، هطيق الثنائي بتاعكم لما يبقى بجد. واللي هيقول لي بقى يا عم دي قصه حب حلوه ومش عارف ايه، لا دي قصه حب وحشه زي القرف. اي قصه حب احسن من قصه الحب بتاعتهم، لكن دول الاتنين دول لا. لا يعني الاستاذه اسماء جلال ارتبطت بالاستاذ محمد لطفي كان ممكن اقول ماشي، ده ما لهوش علاقه ان انا بحب توم هولاند او لا، يعني انا بحبه يعني كممثل بحبه، لكن البنت دي لا لا لا. بالمناسبه في تسباب بتقول ان الممثله انيا تايلور هتمثل في فيلم سبايدر مان 4، اسمها صعب عشان هي حرفيا خرمانت كده، يعني هاجين ما بين ارجنتيني وامريكاني على بعض طلعوا لنا البنت دي. واللي بتمنى صراحه ان هم يجيبوها مكان البنت اللي اسمها زندايا دي، ولا حتى اسمها صعب يا اسطى. واللي بعد التفكير يعني انا بحبها، يعني مش بكرهها، يعني بحب كل البني ادمين كلهم يعني. وبعدين ده تفكير نقدي ما فيهاش حاجه يعني. يا رب والنبي عم يوتيوب ما يزعلش مني. المهم يعني سيبوك من الجزء ده كاني ما قلتوش. نيجي بقى لحبيب قلبي اندرو جارفيلد اللي هيسمع يسرا ومي عمر، واللي تحس اندرو جارفيلد يعني كده بيتعامل كانه مصري، يعني فاهم، بعشم المصريين ده، وتحس ان يسرا دي كانت امه. المهم يعني مش عاوزين نخش في تفاصيل عشان لو قعدت اتكلم يعني مش هسكت. واللي قصته زي اي بيتر باركر عادي، طفل متوحد الناس بتتنمر عليه، محدش بيحبه، بيحب العلم والعلماء والعلماء. علماء ايه علماء دي؟ لا قصدي علماء. والسبب اللي مخليني اشوف اندرو جارفيلد احسن نسخه فيهم هو السبب واحد، هو كذا سبب. اول حاجه لانه بيفكرني بنفسي قوي، يعني هو نحس جدا، نحس في كل حاجه من وجهه نظري، يعني هو اكتر واحد فيهم معانا في موضوع سبايدر مان ده. وده اللي يخلينا ننتقل لنقطه تانية، واللي هي واحده من اهم الاسباب اللي خلتني اختار ان هو يبقى الافضل، واللي هو ذكائه. حرفيا النسخه دي يعتبر اذكى واحده فيهم، وده بسبب انه حرفيا اعتمد على نفسه في كل حاجه، حتى البتاع اللي كانت بتطلع الشبك دي هو اللي عاملها ومصممها بنفسه، على عكس النسختين التانيين اللي واحد جايله من عند ربنا كده جاهز، والتاني لسه توني ستارك بيساعده. وبما اننا جبنا سيره توني ستارك والفلوس وكده، انا شايف برضك دي وجهه نظري يعني ان هو افقر واحد فيهم. ولو شايف ان هو مش افضل نسخه او كل الحاجات دي يعني مش عاجباك، فممكن يكون اكتر نسخه تصعب عليك حرفيا. وده بسبب ان كل نسخ سبايدر مان نهايتها بتبقى سعيده، واللي بتخلص يا اما بيكملوا في قصه الحب بتاعتهم دي وبيفضلوا عايشين مع بعض، يا اما بيتجوزوا. نيجي بقى لنسختنا بتاعت اندرو جارفيلد اللي حظ امه الهباب خلاه يحب جوين ستيسي، واللي ما يعرفش ان
جوين ستيسي ليها تاريخ اسود مع سبايدر مان، وده بسبب ان في الكوميكس معظم النهايات لما بتبقى جوين ستيسي مع سبايدر مان او بتحبه بتكون نهايه مش حلوه يعني، وده اللي يخليك تتعاطف مع اندرو جارفيلد شخصيا. يعني يوم لما مثل مع ايما ستونز تتكل على الله في اخر الفيلم. وبعدين هو مش شخص عادي يعني مثلا ما قدرش ينقذها او حاجه، ده سبايدر مان. واللي يخليك تقتنع ان هو نحس فعلا وتتعاطف معاه ان حرفيا نسخه توبي ماري جين اتخطفت يجي 11 مره في الفيلم، اللي كان كل مره توبي بيعرف ينقذها وما بيحصلهاش حاجه، يعني جت على حظ الغلبان ده. وعارف بقى ايه اللي يشيلك اكتر؟ ان الكتاب سايبين دي عايشه وبيقتلوا ايما ستون. لكن بعيدا بقى عن سبايدر مان، بس فعلا هما الممثلين الثلاثه اجمد من بعض. بس هو ده الفيديو واتمنى يعجبكم، واكتبوا لي في الكومنتات انه نسخه فيهم بتفضلوها، ولو ليك في الكوميكس خش القناه هتلاقي فيديو قبل ده هيعجبك ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، وتكتبوا لي عاوزين ايه الفيديو الجاي في الكومنتات. وسلام.